أهلا بيكم في الجزء التاني من حكاية بيت رقم 9. لو لسه ما سمعتوش الجزء الأول أنصحكم ترجعوا تسمعوه علشان تفهموا كل حاجة. أما لو جاهزين نكمل فخليكم معايا، لأن من بعد الورقة اللي سمر لقيتها كل حاجة اتغيرت. أنا مبسوطة إنك هتسكني جنبي. كانت الورقة محطوطة على السرير بخط إيد قديم، والورقة صفرة كأنها بقالها سنين. سمر وقفت مصدومة، مش فاهمة حاجة. هي مش ساكنة في بيت رقم 9، هي بس بتطل عليه من شباك أوضتها. ومن اليوم ده كل حاجة اتبدلت. كل يوم تصحى من النوم على صوت خطوات، كل يوم تحس إن في حد بيبصلها من الشباك، حتى لو البيت مقفول ومهجور من 10 سنين. لحد ما راحت للراجل العجوز اللي ساكن قصاده، قال لها: يا بنتي بعيدي عن بيت رقم 9، البيت ده اتحرق من 10 سنين، والبنت اللي ساكنة فيه اسمها لبنى، اتحرقت جوه أوضتها. بس اللي الناس ما تعرفوش إن اللي ولعت فيها كانت أختها ليلى. سمر اتخضت وسألته: ليه؟ قال لها بهدوء مرعب: ليلى كانت مهووسة بالسحر، غارت من أختها وقالت هتعمل تعويذة تحبسها في المراية، بس السحر انقلب عليها والمراية حبستها هي، والبيت كله ولع. الناس لقت جثة لبنى متفحمة، لكن ليلى اختفت، محدش لقاها. بعد ما عرفت القصة سمر ما قدرتش تبعد، بالعكس بقت تحس إن في حاجة بتناديها من البيت. وفي يوم دخلت البيت، التراب مالي المكان، بس المراية لسه موجودة سليمة وما فيهاش أي كسور. سمر قربت منها وبصت جواها، وفجأة المراية اتشطبت من جوه زي حد بيخربش على الإزاز من الناحية التانية، وسمر اتجمدت مكانها. صوت وشوشة: شكرا يا سمر خرجتيني. ومن اللحظة دي اللعنة رجعت. ليلى خرجت بس مش زي ما كانت، روح مشوهة غضبانة عايزة تنتقم من أي حد يقرب من بيتها. سمر كانت السبب من غير ما تقصد، وبيت رقم 9 منور تاني، لكن مش بنور عادي. فاكرين ان دي نهاية القصة؟ لا، دي مجرد البداية. استنوني في الجزء التالت.